السلام عليكم أعزائي المشاهدين. أعرفكم بنفسي، أنا هشام المصري. هنبدأ النهاردة أول حلقة من حلقات الهبيدة في كأس العالم. هنتكلم عن كل المنتخبات المشاركة في البطولة، هنتكلم عن حظوظ كل منتخب في التأهل للدور الثاني. خلينا النهارده نبدأ بمجموعتين، المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. المجموعة الأولى اللي بتضم منتخبات قطر، السنغال، الإكوادور، هولندا. نتكلم عن المنتخب القطري. المنتخب القطري دي اول مشاركه ليهم في كاس العالم باعتباره من بلد مستضيف، ويمكن دي تاني مره تحصل بعد كاس عالم 1934 كان في ايطاليا. منتخب مش كبير في عالم كره القدم، لكن قدروا ان هم يحققوا اول بطوله ليهم في عام 2019 وهي بطوله كاس اسيا. هل هيقدروا يكرروا نفس انجاز المنتخب السعودي اللي قدر ان هو يوصل لدور ال 16 من بطوله كاس عالم 94؟ منتخب الفتره الاخيره احتكوا بمنتخبات على المستوى العالمي بعد ما شاركوا في تصفيات اوروبا وبطوله كوبا امريكا. من ابرز لاعبيهم سعد الشيخ حارس المرمى السد، والباكين بيدرو ميجيل وعبد الكريم حسن، علاء خوخي قلب الدفاع المميز بضربات الراس، وثلاثي الوسط كريم بوديف وعبد العزيز حاتم وعاصم مديب وحسن الهديوس قائد الفريق، وامامهم المعز علي واكرم عفيف. طبعا بيقودهم المدرب فيليكس سانشيز من عام 2017، وقدر يحقق معاهم البطوله الوحيده في تاريخ قطر. فهل المنتخب القطري قادر ان هو يروح لبعيد في البطوله؟ هنشوف. تاني منتخب معانا هو المنتخب الاكوادوري، المنتخب اللي بيشارك للمره الرابعه في تاريخ البطوله. منتخب مش من المنتخبات الكبيره في امريكا الجنوبيه، لكن بيقدر يعمل مشاركه رائعه في 2006 وقدر يوصل للدور ال 16، لكن بيصطدم المنتخب الانجليزي وبيخرجهم من دور ال 16. لعيبتهم ما عندهمش لعيبه باسماء كبيره، لكن عندهم لعيبتهم يا اما موجوده في المكسيك يا اما في امريكا الجنوبيه. اهم لاعب عندهم وهو كايسيدو، لاعب وسط اياكس الهولندي. ثالث منتخب معانا وهو المنتخب اسود الترنجة، المنتخب السنغالي. منتخب السنغال من المنتخبات الافريقيه الجريئه في كاس العالم، اللي بعد اول مشاركه ليهم في كاس العالم 2002 قدروا ان هم يقدموا بطوله رائعه بفوزهم على المنتخب الفرنسي في اول مباراه بهدف بابا ديوب، وقدروا بعد كده يكملوا دور ال 16 ويفوزوا على المنتخب السويدي القوي جدا ساعتها ويكملوا دور الثمانيه، لكن بيخرجوا من المنتخب التركي في الدور الثمانيه وبيودعوا البطوله بعد مشاركه اولى رائعه. جم بعد كده وشاركوا في بطوله 2018 وقدروا ان هم يعملوا بطوله رائعه، لكن بيخرجوا من دور المجموعات بسبب قاعده اللعب النظيف بعد ما تساووا مع المنتخب الالماني في كل شيء. لكن دي كانت اول بطوله يطبق فيها قاعده اللعب النظيف في تاريخ كاس العالم. من اهم لاعيبه المنتخب السنغالي وهي ادوارد مندي حارس المرمى، وكاليدو كوليبالي وبوناسار ساليو سيس، وفي نص الملعب شيخو كوياتيه وادريسا جانا جاييه ونيبلاس مندي. اما في خط الهجوم اسماعيل اسار وساديو ماني. انا عن نفسي شايف ان المنتخب السنغالي يقدر يروح لبعيد في البطوله باعتباره منتخب قوي ومنتخب محترم، قدر في الفتره الاخيره ان هو يثبت دوت بشغل كبير مع المدرب القدير اليو سيسي. اما رابع المنتخبات المجموعه وهو المنتخب الهولندي. المنتخب الهولندي من انحس المنتخبات المشاركه في البطوله، وصل لنهائي كاس العالم كذا مره لكنه لم يفوز باللقب حتى الان. وصل لنهائي عام 1974 و1978، لكن بيخسر النهائي من المنتخب الالماني والمنتخب الارجنتيني، ويوصل للنهائي الثالث في تاريخه من المنتخب الاسباني في كاس عالم 2010 في جنوب افريقيا، لكن بيخسر في الاشواط الاضافيه بهدف اندرس انيستا وبيخسروا اللقب. جايين كاس العالم في قطر عشان يثبتوا ان هم منتخب كبير ويقدروا يفوزوا باللقب. وابرز لاعبين وهو فان دايك، دي ليخت، دان فرايس، وفرانك دي يونغ، وناسن اكي، ومعاهم قدام ممفيس ديباي وبرجويني. المنتخب الهولندي منتخب بيقدم كرة جميلة وكرة شاملة، فهل هيقدر المنتخب الهولندي يصعد لنهائي البطولة للمرة الرابعة في تاريخه؟ هنشوف. وهنا بنكون خلصنا كلامنا عن المجموعة الأولى وندخل في المجموعة الثانية، المجموعة اللي هربانة من الحرب العالمية الثالثة، وهي اللي بتضم منتخبات أمريكا وإنجلترا وويلز وإيران. أول منتخب هنتكلم عنه هو المنتخب الويلزي اللي بيشارك للمرة الثانية في تاريخه بعد غياب 64 سنة من آخر مشاركة ليهم في 54. وقتها قدروا يوصلوا لدور الثمانية، بعد كده ما قدروش يعملوا جيل كويس يوصلوا بيه لكأس العالم مرة تانية. لكن لو هنبص على أبرز لاعيبة ليهم حاليا وهو جاريث بيل اللي بيلعب في لوس أنجلوس في أمريكا، وأيضا أرون رمزي، وبين ديفيز لاعب توتنهام، ونيكو ويليامز لاعب نوتنجهام فورست اللي في تشكيل كل لاعبي الفانتازي السنة دي، وطبعا دانيال جيمس لاعب اليونايتد سابقا. بيقدروا يقدموا مستويات كويسة خصوصا في بطولة يورو 2016 لما وصلوا السيمي فاينال وخرجوا أمام المنتخب البرتغالي. تاني منتخب معانا هو المنتخب الامريكي، المنتخب اللي بيشارك للمره ال11 في تاريخه ويعتبر من مؤسسي كاس العالم لانه شارك في اول بطوله ليه عام 1930. وصلوا وقتها للسيمي فاينال، لكن ما قدروش بعد كده ان هم يعملوا اي انجاز ليهم في كاس العالم.
غابوا عن كاس العالم 2018، ولكن هو من المنتخبات اللي بيعرفوا يلعبوا دور المجموعات بشكل كويس. عندهم جوده لعيبه كويسه زي ويستن ماكيني، سيرجيو ديست المعار من برشلونه نادي ميلان، كريستيان بوليزيتش لاعب تشيلسي الانجليزي. تاني منتخب معانا هو المنتخب الايراني اللي بيشارك للمره السادسه في تاريخه، لكن عمرهم ما قدروا يتخطوا دور المجموعات. اخر منتخب موجود معانا في المجموعه هو منتخب الاسود الثلاثه والمنتخب الانجليزي هم اللي اخترعوا كره القدم، لكن ليهم تاريخ في كاس العالم ما كسبوش غير مره واحده بس، كانت عام 1966 لما فازوا بالبطوله على ارضهم امام المنتخب الالماني في النهائي الشهير اللي حصلت عليه مشاكل كتير بالهدف الثالث اللي الكره مشكوك فيها اذا كانت دخلت او لا. ولغايه دلوقتي الجمهورين بيحفلوا على بعض بسبب الكره دي. من بعدها المنتخب الانجليزي كان اكبر انجازاته في البطوله كان وصولهم للسيمي فاينال عام 1990 وعام 2018، وكان في البطولتين حققوا المركز الرابع. عدى عليهم اجيال كويسه، لكن هو منتخب منفوخ اعلاميا، منهم جيل ديفيد بيكهام، الان شيرر، وبول سكولز، ومايكل اوين، ومنهم جيل واير روني، ستيفن جيرارد، فرانك لامبرت، وجي كول، واشلي كول. المنتخب الموجود حاليا هو منتخب قوي، منتخب ممزوج ما بين الشباب والخبره زي هاري كين، بوكايو ساكا، ارنولد، ريس جيمس، ماديسون، ماسون ماونت، فيل فودن، وجوردن هاندرسون، ومعاهم طبعا رحيم ستيرلينج. نقطه الضعف اللي موجوده عندهم وهي موجوده في الدفاع، مش على مستوى الخط الامامي، بيضم دفاعهم جون ستونز لاعب مانشستر سيتي، وايضا كودي لاعب وولفرهامبتون انجليزي، واللاعب بين وايت لاعب ارسنال انجليزي اللي مقدم معاهم موسم رائع. وطبعا ما ننساش اسطوره اليونايتد وهو هاري ماجواير. بيضموا 3 حراس مرمى على مستوى عالي زي جوردن بيكفورد وبوب ورامز ديل، مسببين صداع للمدرب بتاعهم ساوث جيت، هو مش عارف هو هيبدا بمين فيهم البطوله. خلاص اتكلمنا عن المجموعتين، المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه، تعالوا نتوقع مين اللي هيتاهل عن المجموعتين. انا شايف ان المجموعه الاولى اتوقع منها اللي هيتاهل المنتخب السنغالي كاول المجموعه، والمنتخب الهولندي كثاني للمجموعه. اما المجموعه الثانيه فهيتاهل منها المنتخب الانجليزي كاول المجموعه، والمنتخب الويلزي كثاني للمجموعه. وبهنا نكون انتهت حلقتكم. حلقات جايه ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وفولو القناه عشان تتابعوا كل ما هو جديد من الهبيده.